الفيلم اللي الأربعة من أبطاله ماتوا بسبب اللعنة. النهاردة هنرجع بالزمن لسنة 1982 لما اتعرض فيلم الرعب بولترجايست، كان معروف وقتها في كل نوادي الفيديو باسم الفزع الرهيب. الفيلم بيحكي عن عيلة أمريكية من الطبقة المتوسطة بتنقل بيتها لبيت تاني تبع شغل الأب، ومن وقت ما بينقلوا بتبتدي الأحداث الغريبة، وبيشوفوا بنتهم بتكلم حد وبيناديها من التلفزيون لما بيخلص الإرسال، والكراسي بتتحرك لوحدها وأصوات في البيت وحاجات مش مفهومة ومرعبة وملهاش أي تفسير. لكن الرعب الحقيقي بيبدأ لما بيكتشفوا إن البيت مبني فوق مقابر قديمة، وإن الهياكل العظمية والتوابيت لسه تحت البيت وما اتشالتش، وده كان سبب اللعنة. بيبتدي الكابوس للعيلة بإن الشجرة اللي قصاد بيتهم هتكسر الشباك وهتحاول تبلع ابنهم، وهم بيحاولوا ينقذوه هتختفي بنتهم الصغيرة كارولين جوه الدولاب عن طريق أرواح وقوة شيطانية. الأب والأم في الفيلم رجعوها لما استعانوا بخبراء في مجال الطاقة والأرواح، ومع إن الفيلم كان ناجح جدا وقتها واتعمل منه 3 أجزاء، إلى إن اللعنة اللي في الفيلم اتنقلت لطاقم العمل بعد تصوير أول وتاني جزء، وفي من أبطال الفيلم ماتوا في ظروف مش طبيعية، وده اللي اتكتب في الصحف الأمريكية. أول ضحية كانت الأخت الكبيرة في الفيلم، اتخانقت مع خطيبها وخنقها لغاية ما أغمى عليها وسابها مرمية في مدخل بيتها، وماتت بعد أيام في المستشفى. أما بقى بطلة الفيلم كارولين كان عندها 6 سنين في أول جزء، وشاركت في ال3 أجزاء، لكن فجأة جالها وجع في بطنها جامد جدا واتشخصت غلط وماتت وهم بيعملوا لها العملية. تالت واحد كان في الجزء الثاني قايم بدور القس الشيطاني كين، كان معروف إن هو مريض بسرطان المعدة من قبل الفيلم، ومات بعد ما خلص تصوير. الوفاة كانت طبيعية، لكن وجودها ضمن وفيات طاقم الفيلم خلى الناس تزيد الكلام عن اللعنة. رابع ممثل لعب دور تايلور المعالج الروحي من السكان الأصليين في الجزء الثاني، كان بيعاني من مشاكل صحية برضه ومات بعد عرض الفيلم. ومن التصريحات الغريبة برضه عن الفيلم، الممثلة اللي لعبت دور الأم قالت في لقاء تلفزيوني إن هم استخدموا هياكل عظمية حقيقية في مشهد المقبرة، لأنها ساعتها كانت أرخص من البلاستيك. وكمان الروحانية اللي استعينوا بيها علشان يرجعوا بنتهم قالت في لقاءات إنها مؤمنة باللعنة وعندها حساسية روحانية، وهي الوحيدة تقريبا من أبطال الفيلم الأساسيين اللي ما حصلهاش أي حاجة غريبة ولا ماتت في ظروف غامضة، وفضلت عايشة لحد سنة 2010 وتوفت وفاة طبيعية.